الهروب الأصعب في التاريخ قام بيه 200 سجين كسروا جدار السجن بجسمهم ومحدش من الحراس شافهم. الراجل ده صرخ في المساجين فبدأوا يجروا بعنف ويخبطوا في جدار السجن. أنا مش عارفة هل دي رياضة جديدة ولا إيه، لكن في الحقيقة هم عايزين يهربوا ويكونوا أحرار فبيضربوا الجدار عشان يهربوا. حراس السجن مستغربين من اللي بيحصل وشايفين إنهم مجانين أو أغبياء، لأن سمك جدار السجن حوالي 50 سنتي، فلو فضلوا يضربوا كل يوم عمره ما هيتكسر. وفضل شخصين بس هم اللي مستمرين، واحد منهم اسمه تيانر، عدوه قتل عيلته وهو عايز يهرب عشان ينتقم. تيانر كان عنده أخين اسمهم تياني وتيانسان، هما التلاتة كبروا سوا. تياني مدرب كاراتيه، تيانر معاه الحزام الأسود في التايكوندو وبيستخدم رجله في الضرب، لكن أضعف واحد في القوى القتالية هو تيانسان. هما التلاتة بيشتغلوا باجتهاد واتشهروا وانضموا لمجموعة هونغشينغ، فعشان كده هما مع بعض من الولادة لحد الموت وأخدوا الميدالية الذهبية. تيانر رايح مهمة عشان يتخلص من الدكتور كوي بتاع المخدرات وطعنه وانتقل للمستشفى عشان ما يأثرش على المجموعة بتاعته. تيانر اتوجهت له كل التهم واتحكم عليه 7 سنين ودخل السجن. سمع صفارة بس تجاهل الحارس، وبعدين عرف ان مصدر الصفارة من الزنزانة. شاف تياني اللي اتحكم عليه بالإعدام، كل الناس كانت مفكرة انه مات. تيانر كان مبسوط لما شافه وعرف ان تياني اتأخر في التنفيذ، دلوقتي هيكون عنده رئيس في السجن. تيانر أخوه فمحدش يقدر يتنمر عليه، لكن أخوه الصغير كان في سجن تاني وكان حظه وحش جدا، كان في الأوضة اللي جنبه واتضرب. تاني يوم وهم بياكلوا كان مخبي وشه، بس تيانر شاف مناخيره زرقاء ووشه وارم فقرر ينتقم له وقام بسرعة عشان يشوف خصم أخوه، وفي أقل من دقيقة ضربهم كلهم. تيانر ساعد أخوه إنه ينتقم منهم، وبالرغم من إنه اتحبس لكن بقى مشهور في السجن، والحراس ما كانوش مستوعبين قصته، ومع ذلك دكتور كوي ما ماتش وعايز يجيب حقه من تيانر، بس كان عنده شرط وهو إن تيانر يتقتل. تيانر من زمان رافض إنه يشتغل مع العصابة، لكن لو في مصلحة هيساوموه. اتصل بأخوه اللي في السجن عشان يقتل تيانر، فاستنى بالليل وراح عشان يقطع رجله واقتحم بيت أهل تيانر وموتهم. الأخ تيانسان عرف الخبر وراح البيت بسرعة وأخدهم المستشفى. تيانر سمع خبر موت أهله، كان بيصرخ في الزنزانة وبدأ يغسل وشه بالمية الساقعة. في الوقت ده كان أخوه الصغير بيقرب منه وضربه بالسكينة في قلبه. تيانر مسك إيد القاتل في الوقت ده، استوعب كل حاجة وعرف إنها إيد أخوه، وعرف إن الرئيس عايزه يتقتل. طفى النور عشان ما كانش عايز يشوف خيانة أخوه وسابه يمشي. تيانر راح المستشفى وتياني عرف الخبر وخد عهد على نفسه إن لازم يوصل للقاتل وينتقم لأخوه. ولحسن الحظ إن الجرح ما كانش خطير، لكن أخوه الصغير كان دايما بيحمي تيانر بنفسه ومش قادر يسامح نفسه عن اللي عمله. رئيس العصابة عايز يتأكد إن تيانر اتعرض للقتل، فتيانسان راح يزوره، فتيانر قال له إنه هينتقم من رئيس العصابة. الرئيس كوي بدأ التعاون وتيانر خرج من المستشفى ورجع للسجن، والمساجين فرحوا لما رجع، لكن اللقيط اللي ضربه كان بيحاول يمثل انه شخص كويس. تيانر وتياني شاوروا لبعض هو هيخرج عن القانون وينتقم منه. الراجل ده راح يزوره في السجن وكان طابع خريطة أنابيب السجن على هدومه، وبدأ يخطط عشان يهرب من السجن بالطريقة دي وحفظها كويس. كان عايز يحفر نفق عشان يهرب منه. شوية مساجين راحوا الحمام واستنوا لما الحارس مشي ودخلوا أنابيب التهوية وبدأوا يمشوا زي الخريطة عشان يهربوا. وصلوا عند مفترق طرق ووقفوا، كان في طريق بيوصل للقاعدة الجوية وده طريق مسدود. كان في مسجون محكوم عليه بالإعدام، قال لهم إنهم رمموا جدار السجن من 2 سنين وأساس الجدار ده محفور ل2 بس، وترميم الجدار كان برمال البحر الرخوة، يعني لو 50 شخص خبطوا الجدار هيقع. وبدأوا يجمعوا بعض في السر لحد ما وصلوا 50 شخص، وقال لهم يلا، وجريوا على الجدار وخبطوه بقوة، لكن الجدار ما اتحركش، الجدار بدأ يتشرخ. حراس السجن كانوا بيلفوا كل ليلة وكانوا المساجين بيحفروا ويمشوا زي الخريطة بالظبط. فضلوا يحفروا 3 أيام لحد ما وصلوا للسطح الخارجي للجدار. رئيس السجن أعلن إن السجن هيتجدد. هم جددوا زنازل الدور التاني. تيانر كان متضايق ومجهوده في الحفر راح على الفاضي ومقاومته دي ملهاش لازمة. تاني يوم تيانر وداته فضلوا يضربوا الجدار. حراس السجن كانوا مستغربين شايفينهم مجانين، الجدار كان مشروخ والأزهار بدأت تطلع في الشقوق دي. في اليوم ده العصابة كانت بتتدرب على ضرب النار في الجبل اللي جنب السجن، كانوا بيضربوا النار في السماء وبالصدفة أصابوا شخص في طيارة
F-16 وبوظ نظام الطيارة. الطيار افتكر انه اتعرض لهجوم وكان عايز يهرب بسرعة، بس الطيارة اتحطمت وحطامها بدأ يقع في السجن، وفجأة الجدار بدأ يتشقق بسرعة ووقع، وبالطريقة دي الجدار بقى فيه فتحة كبيرة. السجين العجوز ما كانش خايف ولا كان بيستخبى، والكل كان متفاجئ، لكن تيانر ما ترددش لحظة وخرج بسرعة، و3600 سجين عملوا زي تيانر، انتهزوا الفرصة وهربوا بسرعة. وعدد الحراس كان قليل، والتلفزيون بدأ يتكلم عن حادثة الهروب. هرب أكتر من 200 سجين، وبعد أسبوعين قدروا يرجعوهم تاني ما عدا 5 مساجين، تيانر وتياني و3 مساجين. فجأة شافوا عربية شرطة وجريوا يستخبوا في المحل. صاحبة المحل كانت مهتمة بيهم مع إنهم مجرمين وما بلغتش عنهم. ال5 أشخاص لبسوا هدوم عادية، وكل واحد عمل اللي نفسه فيه. واحد راح يزور مراته وكشف لها ظهره عشان تشوف رسمة شخصيتها المفضلة، واتأثرت وعينيها دمعت. حنوا لفترة شبابهم وما شافوش بعض من 30 سنة. دي كانت المرة الأخيرة اللي شافوا بعض، لأنه كان محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وهرب عشان يشوفها، بس قالت له ما يشغلش نفسه بيها تاني، وما كانش متوقع إنها تقول له كده خالص. حقق رغبته، وبعدين راحوا مصنع الأدوية وتيانر بدأ ينتقم. أفراد العصابة خافوا لما شافوا تيانر وتياني وبدأوا يضربوهم وكسروا المصنع. قبل إشارة المرور تيانر وقف العربية ونزل ضرب الراجل اللي كان في العربية، والناس كانت خايفة. الراجل ده اللي قتل أهله، فأكيد مش هيعامله برحمة، حتى لو اتوسل له برضه هيقتله. تيانر راح لاخواته وقرر يروح ينتقم من رئيس العصابة، لكنه لقى تيانسان الإيد اليمين لرئيس العصابة، فقال للرجالة ما يعملوش حاجة ضده، بالرغم من إنهم دايما عكس بعض، لكن مبدأ الأخوة لسه موجود. وعشان كده تيانسان مش عايز يعمل حاجة لتيانر وسابه يمشي. لكن تيانر هيروح فين وهو أصلا جاي ينتقم؟ الاتنين بدأوا يضربوا في بعض، مناخيره بقت زرقاء ووشه ورم. وصل نائب الرئيس وقال لهم يمسكوا تيانر، وكانوا بيطردوه، لكن فجأة راح عند العربية ونط عند نائب الرئيس وبدأوا يضربوا بعض. لكن نائب الرئيس كان في ظهره ناس كتير، وتيانر كان بيشبه على شخص، بس في الوقت ده سمع صفارة، فشاف تياني مع أصحابه، وفعلا سمع اسم تياني، لدرجة إن رجالة العصابة كانوا خايفين، والأخين بدأوا يضربوهم مع بعض، وتيانسان كان واقف لوحده وخايف. كان بيبص له وهو ساكت، بس مشاعره متلخبطة لأنهم إخواته بيحاربوا بعض. في الوقت ده ظهر الرئيس، كان في عربية بعيد. تيانر كان بيطارده، لكن تيانسان منعه ورفع مسدسه وضرب الرصاص. تيانر داس على البنزين، لكن على مسافة 2 متر تيانسان نزل المسدس، وتيانر مش هيلحق يدوس فرامل. تيانسان عنده جروح خطيرة، وعلى الجانب الآخر تياني خرج وضرب نائب الرئيس بالسكينة في بطنه. في نفس الوقت النائب ضربه بالرصاص والاتنين ماتوا. تيانر حط تيانسان في العربية وفضل يطارد رئيس العصابة. تيانسان كان بيفتكر ماضيهم سوا وندم على اختياره. في نفس الوقت الشرطة كانت بتطاردهم ووقفت. تيانر بص على العربية اللي جنبه، شاف الرئيس وقرر يقتله ويموتوا سوا. تيانر اندفع وفجأة سمع صوت ضرب نار، اكتشف ان تيانسان هو اللي ضرب نار وقتل الرئيس. ومن بين الأخوة والولاء اختار الأخوة، وحياته كانت التمن، وتيانر جري عليه وحضنه. هما ال3 نفسهم يرجعوا لفترة طفولتهم. وكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. دوس لايك